معاك قرشين محيرينك ومش عارف تختار ايه، وفي نفس الوقت خايف تجيب حاجه وتندم عليها بعدين. شفت؟ حاسس بيك انا، وعملت الفيديو ده مخصوص عشانك يا غالي. في الفيديو ده هقول لك على اسوأ موبايلات من كل فئه سعريه، من اول 5000 لحد 50000 جنيه. موبايلات حرفيا ما تستاهلش حتى لو ببلاش. واكيد طبعا هرشح لك البدائل الافضل والاعلى قيمه مقابل سعر، اكيد مش هسيبك كده يعني. انزل بالانترو يا ابني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك في فيديو جديد يا غالي. دوس لايك يا غالي قبل ما نبدأ يا غالي، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد يا غالي. ونبدأ سريعا. أول فئة معانا وهي من 5000 لحد 10000 جنيه. في الفئة دي أو اللي هي الفئة الاقتصادية لازم تركز دايما على المعالج، عشان هو أهم حاجة في الفئة دي. كده كده أغلب موبايلات الفئة دي زي بعض في المواصفات، من ناحية الكاميرات والشاشة وخامات التصنيع إلى آخره. في الفئة دي ابعد تماما عن أي فيفو واي زي الواي 29 والواي 31 دي والواي 21 دي. أي فيفو جنبه حرف واي ابعد عنه تماما. الموبايلات دي ما بتقدمش اي قيمه مقابل سعر. الميزه الوحيده فيهم ان حجم بطارياتهم كبيره، وبرده مش الحاجه اللي تخليك تدفع 10000 او اكتر في موبايل زي ده. لو كانوا في سعر 5000 6000 كان هيبقى السعر منطقي جدا. وشله الواي دي مكمله معانا لحد 15000 جنيه. اي موبايل اوبو ايه زي الاي 6 والاي 6 برو، ال4 جي وال5 جي والاي 5 كلهم زي بعض، نفس المواصفات والاسعار غاليه على الفاضي. وهتلاقيهم كمان نفس مواصفات الفيفو اللي قلت لك عليهم من شويه منهم قرايب فبهتين على بعض. ابعد عن اي ريدمي اي وال14 سي وال15 سي، وابعد عن اي بوكو سي. من ريلمي ابعد عن اي ريلمي نوت او سي. وخلي بالك انا هنا بقول ريلمي نوت مش ريدمي نوت، علشان في فرق كبير بين الشركتين، يعني دي شركه ودي شركه تانية. ابعد عن اي اونر اكس، وابعد عن اي انفينكس سمارت وانفينكس هوت 60 5 جي والهوت 60 اي. واي انفينكس تلاقي اسمه هوت بعده رقم بعده بلاي ابعد عنه تماما. وكلمه بلاي هنا ممكن تخدعك وتفهم انها حاجه قويه في الجيمنج مثلا، بس هي في الحقيقه ما بتدلش على اي حاجه ليها علاقه بالجيمنج. الموبايلات دي بتهنج وهي طالعه من العلبه اصلا. مواصفات الموبايلات دي ما تقومش واجهه الموبايل حتى. نيجي للبدائل بقى، واحسن موبايلات في الفئه السعريه دي هما انفينكس هوت 50 4 جي، سعره حوالي 6800 جنيه للنسخه ال 128 جيجا و8 رام، و7200 جنيه للنسخه ال 256 جيجا و8 رام. وده ارخص موبايل في الفئه دي، والمعالج بتاعه يعتبر كويس، اللي هو في الاستخدام العادي او المتوسط هيديلك اداء جيد. انفينكس هوت 60 برو 5 جي. بالنسبه للهوت 60 برو تجيبه لو عايز اقوى اداء وشاشه، لكن من ناحيه الكاميرات فمعروف ان موبايلات انفينكس مش بتقدم اقوى كاميرات حتى في الموبايلات الاعلى من كده. بس هو شاشته ممتازه والمعالج بتاعه جيد جدا، وبيصور فيديوهات 2K مش 1080، وسعره حوالي 10200 جنيه للنسخه ال 256 جيجا و8 رام. وبالسعر ده الموبايل يعتبر صفقه. طيب لو مش عايز انفينكس، عندك ريدمي 15 من شاومي، سعره حوالي 8500 جنيه للنسخه ال 128 جيجا و6 رام، و9600 جنيه للنسخه ال 256 جيجا و8 رام. ونسخه ال 256 جيجا بلاش منها، علشان لو زودت 400 جنيه بس عندك النوت 14 4 جي احسن. النوت 14 نسخه ال 4 جي من شاومي، موبايل نازل من سنه بس ما زال بيقدم قيمه حلوه جدا مقابل سعره، ونفس مواصفات النوت 15 4 جي وبسعر ارخص كمان. والموبايل ده سعره للنسخه ال 128 جيجا و6 رام بحوالي 9000 جنيه، والنسخه ال 128 جيجا و8 رام ب 9200 جنيه، والنسخه الاخيره ال 256 جيجا و8 رام ب 10000 جنيه. ولو قارنته بالهوت 60 برو فالريدمي هيديلك كاميرات احسن، بس لان زي ما قلت لك في البدايه الموبايلات في الفئه دي شبه بعضها، بس مثلا هتلاقي شركه بتقدم شاشه احسن، شركه تانية بتقدم كاميرات احسن، شركه ثالثه بتقدم اداء احسن كده يعني. ونخش على الفئه اللي بعدها واللي هي من 10000 لحد 20000 جنيه. في الفئه دي ابعد تماما عن اي اوبو رينو اف. الموبايل بنفس المواصفات كل سنه من ايام الرينو 11 اف، وطبعا السعر بيزيد، ومش متخيل ان يبقى في حد عاقل يروح يشتري موبايل معدي 18000 شايل معالج 6 جين 1. وابعد عن الفيفو في 60 لايت نسخه ال4 جي والفي 50 لايت نسخه ال5 جي. لو لقيته في حدود 13 او 14000 بالكتير هاته، هيكون كويس جدا بالسعر ده. لكن لو اغلى من كده لا اصبر، في حاجات احسن. ابعد عن الريلمي 14 وال14 تي وال15 تي. من شاومي ابعد عن النوت 14 برو 4 جي والنوت 15 نسخه ال 512 جيجا. النسخه دي ب 19000 وبالسعر ده في حاجات احسن. ده غير ان في فرق 4000 جنيه بين النسخه ال 256 جيجا وال 512. دي فئه تاني كده، احنا كده دخلنا على فئه تاني مش نسخه موبايل. وابعد عن الانفينكس نوت 60 ونوت ايدج. مواصفاتهم حلوه مش وحشه، بس سعرهم مبالغ فيه شويه، يعني بنفس سعرهم هتلاقي حاجات احسن. وابعد عن اي موبايل اونر في الفئه دي. وابعد عن الموتورولا جي 85 والايدج 60 فيوجن. في الفئه دي بقى ممكن تركز على حاجه معينه بتفضلها، زي مثلا لو انت جيمر هتركز على الاداء،
لو انت بتحب التصوير هتركز على الكاميرات، لو استخدامك عادي بتتصفح كتير او بتشوف مسلسلات او افلام بشكل مستمر هتركز على الشاشه. بس في نفس الوقت في الفئه دي صعب انك تاخد كل حاجه. في حدود ال 12000 عندك موبايلين مالهمش تالت. النوت 15 نسخه ال 4G سعره للنسخه ال 128 جيجا و6 رام ب 10900 جنيه، والنسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 12500 جنيه. والموبايل الثاني هو الانفينكس هوت 60 برو بلس، سعره للنسخه الوحيده ال 256 جيجا و8 رام ب 12000 جنيه. والموبايل ده احسن من النوت 15 في الشاشه والمعالج، بس فرق المعالج مش كبير قوي يعني، وسرعه شحن اعلى بس بطاريته اصغر. في حدود ال 15000 عندك برضو موبايلين هما اللي مسيطرين في الفئه دي. الريدمي نوت 15 5G سعره للنسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 15000 جنيه، وزي ما قلت لك ما تجيبش النسخه ال 512 جيجا علشان بالسعر ده في الاحسن منه. والموبايل الثاني الانفينكس نوت 50 اس، والموبايل ده ارخص من الريدمي ب 500 جنيه، سعره للنسخه ال 256 جيجا و8 رام ب 14500 جنيه، وده تجيبه في حاله انك مش عايز الريدمي. الموبايلين قريبين جدا من بعض في المواصفات، والاداء في الموبايلين واحد مفيش فرق، بس الانفينكس ارخص وسرعه شحن اعلى وبيصور فيديوهات 4K بالكاميرا الاماميه والخلفيه. الريدمي بيصور 4K بالكاميرا الخلفيه بس، وعيب في الانفينكس انه ما فيهوش مثبت بصري. الريدمي يتفوق في الكاميرات الاحسن والبطاريه الاكبر ومعدل تعتيم اعلى في الشاشه والوان شاشه احسن، مريح اكتر في الاستخدام لو عينك حساسه. ولو عايز رايي اللي تقدر تجيبه فيهم هاته. طيب الفئه اللي بين 12 و15000، يعني مثلا لو حابب تجيب موبايل في حدود 13000، للاسف مفيش، يا اما هتنزل لفئه ال 12000 يا اما هتطلع لفئه ال 15000. فوق ال 15000 ولحد 20000 عندك 6 موبايلات مسيطرين في الفئه دي. الريلمي 15 العادي والفيفو في 60 لايت نسخه ال 5G. الموبايلين دول اكتر موبايلين متكاملين في الفئه السعريه دي، من ناحيه انهم بيقدموا لك معالجات قويه وممتازه في الاستخدام المتوسط، وكالعاب ادائهم جيد جدا، وشاشات كويسه جدا، وبطاريات كبيره مع سرعه شحن عاليه. وبالنسبه للكاميرات فجيده جدا ويعتمد عليها. من الاخر هيقدموا لك تجربه متكامله. الفيفو بيتفوق في سرعه الشحن الاعلى والسعر الارخص. الريلمي يتفوق في الحمايه الاعلى ضد الميه. سعر الفي 60 لايت 5G للنسخه ال 256 جيجا و8 رام بحوالي 17500 جنيه، وللنسخه ال 12 رام ب 19000 جنيه. سعر الريلمي 15 للنسخه الوحيده ال 256 جيجا و12 رام ب 20500 جنيه. والموبايل الثالث هو الموتورولا ايدج 60 العادي، والموبايل ده بيتفوق في 3 حاجات على الفيفو والريلمي. اولا عندك كاميرا تيليفوتو بدقه 10 ميجا بكسل بتدي لك زوم 3x حقيقي. ثانيا الشاشه بدقه اعلى 1.5K بدل الفول اتش دي في الفيفو والريلمي، بس معدل التعتيم في الشاشه 720 هرتز وده يعتبر رقم قليل، والشاشه منحنيه. ثالث حاجه المساحه الاكبر 512 جيجا، سعره للنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 20000 جنيه. وبالنسبه للفيفو والموتورولا لو ناوي تشتري واحد منهم حاول تلحقه لانهم بيخلصوا من السوق. طيب لو عايز حاجه تدي لك اداء اقوى في الالعاب، عندك 3 موبايلات هم الافضل في الفئه دي من حيث الاداء. الانفينكس جي تي 30 برو سعره للنسخه ال 512 جيجا و12 رام ب 20500 جنيه ضمان محلي. وعندك الريدمي تيربو 4 والريدمي تيربو 5، وفي رايي شوف الانسب ليك منهم وهاته. الموبايلين تقريبا زي بعض، المعالج بس اقوى في التيربو 5 بس مش بفرق كبير، وبطاريته اكبر 1000 ملي امبير من التيربو 4، وخامات تصنيع احسن بس الشاشه بتاعته اصغر لو هتفرق معاك. والموبايلين نسخه صيني بالسوفت وير الصيني. سعر التيربو 4 للنسخه الوحيده ال 256 جيجا و12 رام ب 17000 جنيه، والتيربو 5 لنفس النسخه ب 20000 جنيه. وخلي بالك عشان الموبايلين عليهم ضريبه لانهم نازلين ضمان دولي مش محلي، واللي خلاني احط الانفينكس قبلهم انه ضمان محلي، فهتريح دماغك من قصه الضريبه والكلام ده. والثلاث موبايلات قريبين جدا من بعض في الاداء، بس الانفينكس اقل في الحمايه ضد الميه والبطاريه وسرعه الشحن والكاميرات. وزي ما قلت لك الموبايل ده تفكر فيه لو حابب تريح دماغك من قصه الضريبه. وده كان الجزء الاول من فيديو الترشيحات، واللي في نفس الوقت بنبهك فيه انك تبعد عن الموبايلات اللي ما تستحقش سعرها في السوق. وان شاء الله الجزء الثاني نازل بعد الفيديو ده على طول، بس ما حبيتش اخليهم فيديو واحد علشان ما يكونش طويل وممل، واللي هنغطي فيه باقي الفئات السعريه من 20000 لحد 50000 جنيه. فاشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما الفيديو ينزل، ودوس لايك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.